هل عمرك سمعت عن شخص بيفهم في كل حاجة؟ أنا؟ مين؟ بطل حلقة النهاردة الدود محمود مهدي. عد معايا بقى بعد ما تقول ما شاء الله. فيلم جامد، ماتش جامد، ستريم جامد، دور ال16 للأفلام، دور ال16 الكروي، دور ال16 للأكل. ده بتاع عمرو شريف، بس محمود مهدي ضلع أساسي في البرنامج لأنه يعتبر هو أول من استخدم المسمى بتاع دور ال16. وأخيرا لعبته اللي عجباني جدا جمعية ودايرة. كل دي مجالات مختلفة والشخص واحد، الباشمهندس محمود مهدي. ولكن قبل ما نقول ازاي مهدي بيفهم في كل ده، لازم نعرف كيف بدأ دود محمود مهدي. أول مراجع أفلام في مصر، فصلي على النبي ويلا بينا. الباشمهندس محمود مهدي مهندس برمجة، واشتغل في المجال ده فترة لحد ما بقى يعتبر قريب من CEO بتاع شغله، ولكن ما كانش بيوصل للحتة دي. محمود مهدي بيحس انه عايز يعبر عن رأيه، فبيكتشف ان في حاجة اسمها مراجعات افلام بتتعمل بره، فقرر انه ليه لا ما عملهاش. وفعلا بينزل اول فيديو بعنوان تهبيط الهبوط بالهبوط، فيلم القشاش، وكان باسلوب نقدي ساخر، ولكن الاسلوب بيعجب الناس. وبعديها محمود بيشتغل في حاجه تبع البيدج في الفن، واللي هي تبع ليه في الجول، واللي بالمناسبه كان فيها احمد عز، يعني صديقه من زمان احمد عز. وكان في حلقه بيتكلم فيها عن الفيلم العبثي صنع في مصر، والحلقه اتشيرت على في الفن. الحلقه جابت مشاهدات كويسه، ومن بعديها محمود مهدي ما سابش الطريق. ومن اسباب برضو ان ارتفاع المشاهدات في الاول هو التنوع بتاعه في الافلام، لانه كان بيتكلم على الافلام العربي والافلام الاجنبي، فما كانش في حد بيعمل شبه محمود مجدي في الفتره دي. وكمان القائه كان عاجب الناس جدا، وده هنتطلع له قدام. وبيجي بعديها كاس العالم 2018، وبتحصل مهزله المنتخب، وده اللي بيدفع محمود مهدي انه يعمل فيديو ينشره على فيسبوك عن حزنه على حال المنتخب. والكومنتات كلها كانت ماتش جامد، ماتش جامد، ماتش جامد، زي اسم القناه بتاعته الاصليه فيلم جامد. وقال لهم طب اعملوا لي لوجو، فعملوا اللوجو، ومن هنا بدات ماتش جامد، واللي كان بيتكلم فيها عن كورة، بس ده قليل جدا، الأغلب كانت فيديوهات جيمنج فيفا. وقعد فترة على الحال ده، يراجع الأفلام في فيلم جامد، ويلعب فيفا، ويحلل ماتشات في ماتش جامد. واللي بالمناسبة شجعه على الحوار إنه يعمل قناة للكورة ده هو الدك ممدوح نصر الله، واللي لو عايزين نعمل عنه حلقة قولوا لي في الكومنتات. وعلى فكرة مهدي ما يعتبر يوتيوبر الوحيد اللي يصور فيديو ونزله قبل الدك ممدوح نصر الله. وعلى فكرة برضو مهدي كان عامل برنامج تحليلي باسم كلام اهاب، واخد بالك انت كده فايق. وعلى فكرة لو عايزيني ارشح لكم فيديوهات جيمنج ممتعة لمحمود مهدي وحلوة، هتبقى بالتأكيد امونج اس، لان كل اليوتيوب تقريبا بيلعب معاه، من مروان سري ونصوحي وعمر خالد وعلاوي وادهم جمعة. مش فاكر ممدوح نصر الله الصراحة كان بيلعب معاهم ولا لا. وبرضو على قناة نصوحي اللي عملنا عنه حلقة قبل كده، لو عايز تشوف هتلاقي تحت في الديسكريبشن، هتلاقي حلقات لامونج اس عنده نفس الكلام. وكمان مهدي كان بيطلع لايفات رياكشنات على الماتشات، وكان تفاعله مع الجمهور في الاستريم حلو جدا، وده اللي شجعه انه يعمل ستريم جيمنج. ويبقى كده في 3 قنوات ما شاء الله. يعني انت عايز تفهمني ان مهدي بيفهم في السينما والكوره وكمان بيعرف يتفاعل مع الجمهور؟ الصراحة ما هو بص، اولا مهدي في الاول كان بيتهاجم انه مش ناقد. الموضوع ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده في حلقة امتى تبقى ناقد، واللي هتلاقيها تحت برضه في الوصف. مهدي كان ليه رأي، وانا بحب الخص مهدي في الجملة دي قوي. والله يا جدعان ده مش شيء سهل ان يبقى ليك رأي بيتوافق مع معظم الناس، او يا عم المتابعين بتوعك. كمان اسلوبه المهذب الساخر في نفس الوقت اللي بيحبب الجمهور فيه. طب ده في السينما. في الكوره بقى ايه؟ من صغره بيحب الكوره، من لدرجه انه كان بيتخيل ماتشات كاس العالم بالاهداف. تخيل مهدي كان مش بس بيتخيل الاهداف، ده كان بيمثلها في طفولته. ما انت اقنعني ليه طفل يحفظ منتخب كوريا في كاس عالم 94؟ ومش بس كده، ده تحدى فيه استاذه من كتر الثقه بتاعته. وعلى فكره موضوع التخيل ده اللي بدا معاه فكره دور ال16 الكروي، واللي بقت تعتمد عليه دلوقتي ماتش جامد، واللي برضه هو بيتكلم فيه لانه ليه راي. ركز في النقطه دي. مهدي لو رايه مش عاجب الناس ما كانش الناس هتحب الراي ده، واذا يا عم هيختلفوا معاه فمش هيشوفوه تاني. طب الاستريمات ايه يا عم، هو مثقف في كل حاجه؟ بص انا هنا عندي مثال بمشهد من مسلسل فريندز، وكان مشهد لشخصية جوي بيجيله واحد بيوعده بالثقافة العامة في كل شيء، لأنه يبقى عنده درجة من الوعي في كل شيء، بس يشتري الكتب اللي معاه. وعشان هو معهوش فلوس بياخد كتاب واحد عن الجغرافيا تقريبا، وأول ما بيقعد مع أصحابه بيحاول يخلي نقاط الحديث كلها عن الجغرافيا بكل السبل الممكنة، عشان هو درس الكتاب بعمق. ولكن أول ما بيتفتح نقاش في شيء هو ما كملوش أو ملوش علم بيه، بيحس إنه ملوش في الموضوع ده، بيسكت، حتى رأيه ما بيقولهوش.
طب وايه علاقه ده بمهدي؟ اقول لك ان مهدي عكس جو تماما. مهدي ما كونش دراسه في موضوع واحد بعمق، بل مهدي كون عده اوجه دراسات في مجالات مختلفه، مجالات زي الكوره والسينما، عشان ان ما كانش ملم بكل حاجه يبقى على الاقل ملم وعارف الرتوش، مش بس مركز في السينما او الكوره. فلما يتسال في مجال يكون على الاقل ليه وجهه نظر بناء على الرتوش اللي هو عارفها، وبرضه بيكون منفتح على الاراء التانية لو هو فاهم غلط. وبرضه زي ما قلنا ان طفولته ليها تاثير في ده، لانه لو كان اهتم بالسينما بس ما كانش هيبقى بيتكلم في قهوة فايق مع ابراهيم فايق ومحللين كبار زي اللي في البرنامج زي عز وعمارة وشادي والشابوني وكل دول، وكمان ما يهبش ويقول رأيه ويحلل زيه. يعني شادي لو اتكلم في السينما هيكون بالنسبة لي شيء مفاجئ جدا، لكن مهدي لو اتكلم في الطبخ مش هتفاجئ. ليه؟ لانه في الاستريمات بتاعته بيديني الطابع عن كل ده. وكمان ظهوره مع عمرو شريف في دور 16، وده مدي تنوعيه رهيبه لمهدي، انه يظهر مع نصوحي في المرحوم صباح وتحدي، وكمان مع احمد كمال وابو اسماعيل في السينما، ودور 16 للاكل مع عمرو شريف، وده طبعا بيجيب لك جمهور اكتر. وكمان افضل حاجه فادت مهدي في الموضوع ده هو عدم الخوف. يعني حلقه دور 16 عن افضل افيه في تاريخ السينما، انا هجيب 2 من افضل الستاند اب كوميديانز اللي موجودين دلوقتي. مش بس كده، ده انا لما اتدخل واقول افيه هضحك زيهم ومش هخاف ارمي الافيه. وهنا تيجي لاهم ميزتين لمهدي، والاولى هو اداره الحديث. مهدي بيعرف يدير الحوار، ولو عايز يخلع منه بشياكه يعرف، او مثلا يحس ان الحلقه ابتدت تحيد عن مسارها يعرف يرجعها بتركيز وشكل مش فظ تماما، ما يقلقش الضيف او يبين الحلقه خرجت عن مسارها، باستثناء يحيى عزام في حلقه دور 16 للاكل الصراحه. والميزه الثانيه هو انه من الافضل الستوري تيلينج اللي انا شفتهم في حياتي. انا ما عنديش مشكله افتح ستريم لمهدي 6 ساعات واتفرج عليه لاخره، لانه لما بيحكي ستوري او موقف حصل معاه بيحكيه بشكل جذاب قريب من الدحيح بس بشكل انضج شويه. وبالمناسبه الدحيح هتلاقي حلقته تحت في الوصف. وكمان انا بحس ان مهدي افضل شخص يرمي ديد جوكس بتضحك. تخيل والله بحس ان مهدي خالي اللي انا بحبه واستنى زيارته، لاني بحب قصصه وهزاره ونكته. وانا في ستريم مهدي كان طالع بيقول فيه افيهات بس على المهن تقريبا، انا نزلت بجيب الستريم ده لحد دلوقتي واتفرج واضحك عليه. وبرضه هو كمان بيعرف يرتجل الافيه في وسط الستريم عادي. يعني انا هقول حاجه هبلكوا غريبه، انا بحب عفويه مهدي بتاعه دور ال 16 والاستريمات، ومش بحب الفيلم جامد لانه بيكون كاتب سكريبت وبرضه بيقول افيهات حلوه. ما بقولش ان هو ما بيكونش حلقات حلوه، بس انا بحب عفويته قوي الصراحه. وكمان هو فريندلي جدا مع بقيه اليوتيوبرز، وبرغم انه بقى معروف وسط الممثلين لانه بيعبر عن رايه بحريه وبدون ضغوط حتى لو ده هيزعله. وجميع المقومات دي تبين لك ان مهدي فعلا يوتيوبر شامل. وبجد دي من اكتر الحلقات اللي انا استمتعت وانا بحضرها، لان كنت بتفرج على لقاءات لمهدي واللي اوريدي انا اصلا شفتها قبل كده، وكل مره بفرح اني بشوفها واضحك واعيش التجربه معاه من الاول، زي الطفل اللي بيسمع القصص بتاعه خاله. وبس انا كده خلصت. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم وما كنتش طولت عليكم، ولكن الراجل ده ليه مكان في قلبي كبير قوي الصراحه. واتمنى لو شاف الحلقه دي تكون وريت له جزء من حب متابعينه ليه. ونسبه التاخير حابب بس اعرفكم ان احنا للاسف متاخرين بسبب الامتحانات عندي في الجامعه، وثانيا لاني بحضر لبرنامج ان شاء الله هينزل في رمضان محتاج معدات تصوير وحاجه. فما تنساش تشترك في القناه كده وتشجع اخوك وتكتب له كومنت تشجيعي وتشير الحلقه لاصحابك لو الحلقه عجبتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.